وحشتوني. لما ارد عليك اول ما التليفون يرن، ده مش معناه ان انا فاضي. في ناس كتير بتقيس قيمة نفسها في حياة الناس بسرعة الرد، ولو لقيت حد بيرد عليها او بيبعت رسالة او يرد على مكالمتها بسرعة، تفتكر ان الشخص ده اكيد فاضي او ما عندوش حاجة يعملها. ودي من اكتر الافكار الظالمة اللي ممكن تفسر بيها اهتمام حد بيك. الحقيقة إن كلنا عندنا حياة، وكلنا عندنا شغل ودراسة ومسؤوليات وضغوط وأهل وأحلام بنجري وراها. كل واحد فينا بيصحى الصبح عنده قائمة طويلة جدا من الحاجات اللي لازم يخلصها، لكن وسط الزحمة دي كلها في ناس بنختار إن هي تكون ليها مكانة مختلفة عندنا. لما أرد عليك أول ما التليفون يرن، مش معناه إن أنا قاعد مستنيك، معناه إن وجودك مهم في حياتي، واني شايف ان انت تستحق ان انا اسيب اللي في ايدي دقيقة عشان اكلمك. ولما ارد على رسالتك بسرعة، مش معناه ان ما عنديش شغل، ممكن اكون وسط يوم مليان، لكن اخدت ثواني اقولك انا شفت رسالتك وانت مهم عندي. الاهتمام مش معناه الفراغ، الاهتمام معناه ترتيب الاولوية. في فرق كبير جدا بين انسان يكون عنده وقت وبين انه يخصص وقت. اللي عنده وقت ممكن يقضيه مع اي حد، لكن اللي بيخصص وقت من يومه لشخص معين بيبقى الشخص ده ليه مكانة خاصة في حياته. كلنا بنعرف نمسك الموبايل، لكن مش كلنا بنختار نرد على نفس الناس بنفس السرعة. ليه؟ لأن القلوب بتترتب قبل المواعيد، والمكانة بترتب نفسها قبل الوقت. في ناس ممكن تستنى بالساعات والأيام قبل ما ترد، مش لأنها مشغولة، لكن لأنك مش من أولوياتها. وفي ناس تانية وسط اجتماع وشغل وسفر وراحة جاية تلاقي فرصة تبص في موبايلها، وأول حد تفتكر ترد عليه هو أنت. وده الفرق ما بين الاهتمام الحقيقي والاهتمام اللي بيتقال بالكلام. الإنسان لما بيحب حد أو يقدره أو يحترمه بيظهر ده في أفعاله قبل كلامه. مش لازم يقولك كل يوم أنت غالي، ممكن يقولها بطريقة تانية. لما يفتكرك وهو تعبان، لما يطمن عليك من غير مناسبة، لما يسمعك وهو مرهق وتعبان، لما يرد عليك رغم انه يومه كله زحمة. في العلاقات الصحية محدش بيطلب من الناس تسيب حياته عشان التاني، ولكن الطبيعي ان كل واحد يحس ان ليه قيمة عند التاني، وانه مش اخر القايمة بتاعته. الحقيقة ان احنا كلنا بنلاقي وقت للحاجات اللي بنعتبرها مهمة في حياتنا. اللي بيقول ما عنديش وقت في اغلب الاحيان بيقصد ان دي مش من اولوياتي دلوقتي. ودي حقيقة ممكن تكون صعبة ولكنها واقعية جدا. عشان كده بلاش تستهين باهتمام حد بيك، وبلاش تعتبر ده شيء عادي. في ناس بتتمنى رسالة او مكالمة تطمن عليها بحد، او سؤال صادق من القلب من شخص بتحبه. في نفس الوقت متقللش من نفسك وتحاول تبرر لحد انه مشغول طول الوقت. الانشغال الطبيعي بيبان، لكن الاهتمام الحقيقي بيعرف يلاقيله مكان حتى لو كان دقيقة واحدة. الوقت مش هو المشكلة أبدا، ترتيب الأولويات هو اللي بيعمل الفرق. الناس ما بتتقاسش بعدد الكلمات اللي بتقولها ولا بالوعود اللي بتوعدها. الناس بتتقاس بالمواقف الصغيرة اللي بتتكرر كل يوم، برسالة، بمكالمة، بسؤال، بوجود وقت الاحتياج، وإحساس إن أنت مش عبء على حد. لو لقيت شخص بيهتم بيك ويسأل عليك ويحاول يطمن عليك رغم انشغاله، حافظ عليه. لأن الأشخاص اللي من النوع ده اللي بيعرفوا يوازنوا ما بين حياتهم واهتماماتهم واللي بيحبوهم بقوا قليلين قوي. في النهاية افتكر دايما ان سرعة الرد مش معناه ان الشخص ده فاضي، وسرعة السؤال مش معناها انه ما عندوش حياة، وكثرة الاهتمام مش معناه انه متعلق بطريقة مرضية. اوقات كتير كل اللي ورا التصرفات دي هي رسالة بسيطة جدا بتقول انت ليك مكانة مهمة عندي. والمكانة الحقيقية ما بتتقاسش بالكلام، بتبان في الوقت اللي حد بيختاره يديهولك وسط كل انشغالاته، وفي الأولوية اللي حطك فيها من غير ما يطلب انك تعرف. لأن الأفعال دايما أصدق من أي كلام. ودمتم سالمين.